وصفتنا اليوم مكرونة مسقية الليبية. بصراحة أنا كنت نسمي فيها مكرونة العراس. نحبها هلبة الوصفة هذه وترجع فيها لذكريات الحلوة في ليبيا. تعلمتها من صديقتي قبل هدى، ومن يومها وأني ما اعتمدتها ومستحيل نديرها بأي طريقة تانية. سهلة ولذيذة، لازم تجربوها. زعما ما زال يديروا فيها الناس في العراس في ليبيا، ولا خلاص بدوا يديروا في الأكلات الجديدة؟ في طنجرة زيت زيتون، نضيفوا عليه شوية بصل، فلفل أحمر، ونحركوهم كويس. ملعقتين طماطم معجون، نطيبوهم مع بعض لين يتقلى الطماطم شوية، ونتخلصوا من حموضية الطماطم. نضيفوا شوية مية على نار هادية، وعليهم شوي كركم، ملح حسب الذوق. نضيفوا عليهم اللحم عادي لو تبوا دجاج، بس هي بالبصلة فأحلى بهلبة باللحم، حمص، ونخلطوهم كلهم مع بعض لين يتغير لون اللحم. بعد 10 دقايق نمرقوها بشوية مية ونخلوها تغلي على نار عالية، وبعدين نقصوا عليها النار. بعد ما قريب يطيب اللحم، يعني نص طياب، ضيفوا عليهم بصل ويكون هلبة مش شوية. ضيفوا عليهم سمن وشوية حرارات وقرفة وفلفل أسود، ونغطي عليهم ونخليهم على نار هادية لين البصل يتبل وتوقف على دهانها، وهيك يكون شكلها. بعد ما طابت البصلة نسلقوا أي نوع مكرونة أنتم تحبوه، بس الأفضل الخرز. وبعد ما نصفوها ما نغسلوهاش، نضيفوا عليها حرارات وشوي ملح. أنا نسيت نملح المية متاع السلق. ملعقة سمن، المفروض السمن يكون سخون بس أنا ما سخنتاش. ونخلطوهم كويس، ونبدو نضيفوا عليها في الدهان يلي في طنجرة البصلة، وبعدين نسقوها بالبصلة. ممكن تضيفوا عليها شوي قرفة لو تحبوا، أو حرارات كيف ما تحبوا، أو ممكن تخلوها زي ما هي. وبس، أسهل منها ما فيش، ولا كيف ما تقول قبل هدى سهلة ماهلة. لازم تجربوها، وصفتها صدقوني حتعتمدوها. اسم صفحة قبل هدى على الانستغرام Cooking with هدى، ضيفوها عندكم، صدقوني حتعتبروها أمكم اللي تعلم فيكم في الطبخ.